تعالي نصور انا وانتي. بلاش. ليه؟ طلع لي حبايه في وشي منظرها مش حلو. انتي لعبتي فيها؟ لا. لا والله لعبتي فيها. هي كده. لا مش هي كده، باينه باينه ان انتي لعبتي فيها يا امي. يعني بتبقى غامقه، يعني هي لو اصلا ما لعبتيش فيها بيبقى لونها ايه؟ تبقى باينه ان في حبايه بس مش لونها كده. طب انا هقول لك على حاجه. الحبوب بتزيد من حاجات معينه معاكي او مع اي حد في سنك. اكل الشوكولاتات، الشيبسي، هتقولي احنا صايمين اي حاجه فيها سكر وزيوت. اي حاجه فيها سكر، صح، ما انت عارفه اهو. اي حاجه فيها سكر. انا بعدت عن السكر والزيوت اصلا. الصابون اللي فيه ريحه بلاش. ما بستخدموش. اللعب في الحبايه بيزودها وبيغير لها تقعد فتره طويله، وبيعمل بقعه سودا مكانها، وبيعمل حفره في الوش. كل ده بيحصل لما انت بتلعبي فيها. ده فوق ان هي ممكن كمان تعمل جنبها 3 4 حبايات. عشان عاديتي لما دوستي عليها عاديتي المكان اللي جنبها، فايه بتبدا تعمل حبايات زياده. يبقى لا تلعبي فيها ولا تغسلي بصابون بريحه ولا تاكلي حاجه فيها سكريات ولا تاكلي حاجه فيها زيوت. او كلي بس كلي المعقول. يعني مثلا كنافه يبقى كفايه قطعه. هاكل قطايف كفايه عليها واحده 2 بكتير، ما زودش، وما تبقاش يوميه. والله انا بعمل حسابي في كده. انا عن نفسي بعمل لكم حسابي في كده على اساس ان الدنيا مش تبوظ معاكي. في صابون معالج زي الصابون اللي بالكركم، اللي بالبان الدكر، الصابون اللي هي الصابون اللي بيبقى ملوش ريحه ده، اكيد الناس كلها عارفاه. بالاضافه لاي كريم معالج لحب الشباب يتحط. الحاجات دي كلها بتساعد على ان ايه تعدي المرحله دي بسلام. يبقى اهم حاجه انك ما تلعبيش في الحبايه. هتقولي لي ما لعبتش، لا لعبتي وباينه. قربي كده يا اسراء، باينه. يبقى ما نلعبش فيها. ما تقوليش ان انا ما لعبتش فيها، لان عارفه الوش لما بيبقى طلعت فيه حبايه وانت ما لعبتيش فيها بتقشر، بتنشف وتقشر وتروح لوحديها. سواء بقى حطيتي كريم او ما حطيتيش، طول ما انت ما لعبتيش فيها. انما لعبتي فيها استني بقى زياده. ايدي اتحطت هنا ودوست عليها، ايدي مسحت الناحيه دي، تطلع حاجه هنا. عملت كده هتطلع حاجه هنا، هتبص تلاقي الوش متبهدل. يعني بصي انت لو بصيتي في وشك على حاجه طلعت وانت ما لعبتيش فيها هتبص تلاقي اثرها راح، او حتى لو فاضل حاجات بسيطه خالص. يبقى اهم حاجه في الحبوب ان انت ما تلعبيش فيها. تشربي ميه كتير. زي ما قلنا نبعد عن اي حاجه فيها زيوت. الحاجات المالحه كمان، لان في زي سن حنين كده بيحبوا الحاجات المالحه. يعني ناكل جبن كل انواعها. الجبنه اللي هي ليها ملح معين دي ملحها عالي طبعا بلاش. او المخللات، يعني في نوعيه كده ادوها تاكل مخلل بس، ده برضو بيأثر على الوش، بيأثر على البشره. حاجات كتير ممكن تأثر معاكي على البشره. يبقى اهم حاجه نظافتها، عدم اللعب في اي حبايه. نحط الكريم اللي هو بتاع حب الشباب، نغسل بصابونه يكون ملهاش ريحه، ونبعد بعيد عن السكريات، وبنبعد بعيد عن الدهون. كل دي حاجات تخلي الوش يبقى صافي لما نبعد بعيد عنه. اتفقنا؟ لان يمكن احنا كشفنا مرات مش مره. كانت اول حاجه الدكتوره قالتها ان موضوع حب الشباب ممكن يكون وراثه. وتاني حاجه قالت اهم حاجه تبعدي طول ما انت بتتعالجي او بتحطي كريمات لحب الشباب، تبعدي بعيد عن الشيبسيات والكاراتيه والحاجات اللي فيها مواد حافظه كلها. حتى العصاير بلاش منها، من اكتر الحاجات اللي نبهت علينا فيها. بالاضافه ان بيبقى فيه غسول للوش، بيبقى فيه حاجات للوش، وده كله مش هينفع لو سيادتك اول ما تطلع حبايه تروح لعبه فيها. لو جبنا كريمات مش هتسد ومش هتنفع. ما اروحش انا مثلا ما اجيب كريم غالي وصابونه غاليه وانت اول ما تطلع حبايه اروح تك دايسه عليها. لا ده مضايقاني، اروح طب ما هتضايقك اكتر وهتبان اكتر لما تدوسي عليها. يبقى لا بلاش. الله يبارك لك بلاش. ولو وصلتوا معانا لحد هنا في الفيديو يبقى لايك وسبسكرايب. ولو حد منكم يعرف نوع مرهم معالج لحب الشباب جربه وكويس معاه، يا ريت يكتب لنا اسمه في التعليقات. ونشوفكم في رعايه الله وامنه سلامتكم.